السلام عليكم، معاكم شيماء عادل، ويلا فيديو جديد هنعمل فيه مع بعض اللكلوك الشتوي بطريقة سهلة قوي. ابسط طريقة تعملي بيها لكلوك ببواقي قماش عندك، مش هنشتري له قماش مخصوص خالص، وبطريقة سهلة قوي. يلا نشوف هنعمله ازاي مع بعض. اول حاجة اخدت مقاس الرجل على ورقة، يعني حطيت قدم الرجل على ورقة كده ومشيت عليها بالقلم، واخدتها داير ما يدور بالمقص كده قصيتها، ونفس الورقة بحطها في اليمين ونفس الورقة باخد بيها المقاس الشمال بالظبط. وعندي 4 طبقات من القماش، حطيت كل طبقتين في وش بعض، وقصيت ناحية يمين وناحية شمال زي ما انا بعمل كده بالظبط. بقى عندي فردة يمين وفردة شمال، الظهر في وش بعضه، بحيث ان يبقى مظبوطة معايا. وجيت قست حوالي 14 سنتي من فوق. ده اللكلوك ده مقاس 39، فاخدت حوالي 14 سنتي من فوق، وعملت علامة بالماركر كده واخدتها لحد الاخر وقصيت، ومن تحت بنفصل اللكلوك خالص. وفي الفردة اليمين برضو نفس الطريقة كده، اخدت 14 سنتي من فوق وقصيت للنهاية، وبرضو فصلت اللكلوك خالص. وبعد كده بحط الوش على الوش بحيث تبقى الخياطة في الظهر، وبمشي عليهم. عايزة اقولك انه ينفع يتعمل على ايديكي من غير مكنة خالص، سهل جدا. بقطعتين القماش بيتحطوا على بعض ويتقصوا وبالخيط والإبرة، وهنمشي عليه وهيبقى تحفة وهيمشي معانا وهيبقى جميل قوي كمان. مش لازم المكنة خالص. هنا مشيت عليهم الاتنين داير ما يدور كده، وبعد كده هقلبهم. طبعا اخد بالي وانا بلف كده من اللكلوك من قدام يبقى فيه دوران، بحيث يبقى من عند الرجل كده من قدام شكل مظبوط معايا. وهنا اخدتهم الاتنين وخلصتهم، وابدأ بقى اعمل الرقبة بتاعت اللكلوك معايا. هنا عندي قطعتين من القماش، تانياهم على بعض، عرضهم حوالي 7 سنتي، والطول حوالي 30 سنتي. طبعا قبل ما بخيط بقيسها داير ما يدور كده حوالين كده معصم الرجل. هنا انا قستهم الاتنين قد بعض بالظبط، وبتأكد قبل ما اخيط ان هما، بصوا الحركة دي بتظبطها لي بالظبط، بحيث يبقوا نفس الدوران بتاع الرجل. وهنا بقفلهم بقى طبعا، وبعد كده بركبهم في اللكلوك بتاعي. بقلب اللكلوك بحيث يبقى ظهره لفوق، وكمان الرقبة بتبقى ظهرها لجوه، واركبهم في بعض، وبكده يبقى اللكلوك بتاعي خلص. سهل جدا ومبياخدش وقت خالص. هنا كنت بعد ما قفلتها قلت انا عايزه اركب لها حليه كده يبقى شكلها حلو، وفعلا الشريط الجولد ده كان حلو قوي عليه. بعد ما خلصته طبعا اللكلوك بقى الحلية دي بتبقى على ذوقنا، يعني تحط له فيونكة، تسيبيه سادة براحتك خالص. اي حاجة بتتحط عليه بتديله شكل كده. آه ما اخدش وقت خالص، وسهل جدا جدا كمان. على ايديكي يتعمل كده بالخيط والابره ببواقي قماش عندك. وعايزه اقول لكم ان ديت بواقي قماش كنت شارياها بالكيلو، مش شاريه قماش مخصوص خالص. ومحلات بواقي القماش موجوده في كل مكان حوالينا، اوفر بكتير من ان احنا نشتري قماش مخصوص، وكمان بيبقى عندهم قطع صغيره والوان كتير. هنا انا بقفل اللكلوك، حطيت الظهر في الظهر وبمشي كده عليه خياطة داير ما يدور. بعد كده بقلبه بيبقى جاهز معايا وخلاص كده. عايزه اقولك اللكلوك ما ياخدش في ايديكي نص ساعه، اقل من نص ساعه كمان. فلو هنتعمل مشروع فمشروع كويس قوي في الشتاء. اللكاليك بتنفعنا جدا جدا، وكلنا ما بنستغناش عنها في بيوتنا، كبار وصغيرين. فسهل قوي. وبواقي القماش دلوقتي رخيصة ومش غالية. مش بنشتري قماش، لا بنشتري بواقي. القطع المربعة دي بتبقى في المحلات بتاع القماش اللي بالكيلو، بتبقى مقصوصة كده جاهزة على الاستعمال على طول. بصي بعد ما خلص شكله تحفة. هنا بقى كنت بعمل لكلوك صغير كده، مقاس 29. طبعا انا قبل ما اشتغل في القماش لازم يكون فيه مطة صغيرة كده. كل ما كان في مطة كل ما كان احسن. طبعا برضو قصيت مقاس الرجل وبدأت اقصها على القماش، بشوف مطة القماش فين وبخليها بعرض القماش مش بالطول، بحيث وهو داخل الرجل كده يبقى سهل في الدخول.
ونفس الورقه اللي واخده فيها مقاس الرجل اليمين بقلبها واخد بيها مقاس الرجل الشمال بالظبط، وابقى واخده بالي ان يبقى القطعتين القماش اللي فوق بعض الظهر في الظهر او الوش في الوش، بحيث يبقوا مظبوطين معايا لما اجي اقص. هنا بقى انا مش هعمله لكلوك برقبه، هنا انا هعمله زي الباليرينا كده. هقص من النص مش هوصل للاخر، وبرضو باخد من فوق حوالي 10 سنتي، وبعد كده بقص. افضل حاجه ان انا اخد مقاس وش الرجل واقيس عليه طبعا. هنا بواقي بقى القطع القماش اللي انا مقصاها من لكلوك، قصيتها كده علشان اعمل بيها فيونكتين يخلوا شكل اللكلوك حلو اهيت. مش برمي حاجه، القطع القماش الصغيره دي هتعمل لي فيونكتين جمال قوي هيتركبوا في اللكلوك ويخلوا شكله حلو قوي. مش هياخدوا في ايدي حاجه، بس بيغيروا شكله فعلا. ونفس الحاليه الجولد دي، الشريط ده مش غالي خالص، والمتر عنده ممكن يعمل لك لكلوكين مثلا، فما بياخدش وقت وكمان لو هتشتغلي بايديكي، يعني لو هتخلصي اللكلوك ده بالخيط والإبرة، ممكن تركبي الحلية دي بمسدس شمع، بأمير، بأي حاجة هيطلع معاكي حلوة جدا. وهنا بقى ركبت الأولانية وبركب التانية، وبعد كده هركب الفيونكات. طبعا عايزة تحطيها مش عايزة تحطيها خالص براحتك، بس هي بتبقى حلوة ان احنا الجزء ده مش هنعمله تانية خالص، وطبعا اخد بالي ان القماشة تكون ما بتنسترش معايا، فبيبقى سهل ان احنا نتعامل معاه، ما بضطرش ان انا اعمل تانية فيه او اوفر او اي حاجة. هنا الفيونكة انا بقفل مربع كده داير ما يدور بالمكنة، وبعد كده بعمل فتحة صغيرة في وسط المربع واقلب منها القماشة بتاعتي، وبعد كده بجمع كده اعملها زي المروحة وغرزة في النص، وخلاص الفيونكة بتاعتي خلصت. دي اسهل فيونكة في الدنيا يعني. والناحية التانية نفس النظام، فتحت الفتحة في النص وقلبتها، بعد كده بعملها زي المروحة كده. وممكن بدل الغرزة دي تجيب الشريط اللي هو الحلية ده مثلا وتلفيها عليه. انا هعمل كده بعد ما ركبت الفيونكتين، قلت لا، لو حطيت الجزء اللي هو الحلية ده هيخلي شكلها احلى، وفعلا عملت كده في الاخر هنشوفها دلوقتي. وهنا بقى حطيت الوش في الوش، ومشيت على ظهر اللكلوك كده داير ما يدور كده. انا قفلته خلاص، خلص معايا اصلا. هو كده مش هركب له رقبة ولا حاجة، بصوا شكله حلو قوي. وهركب بقى للفيونكة دلوقتي ايوه الحلية دي هتغير شكله خالص. اي حاجة بتبقى شكلها حلو كده بتبقى مبهجة قوي. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش بلايك واشتراك في قناتي علشان يوصل لكم كل جديد. ولو وصلت لحد هنا صلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كده خلصته وما اخدش في ايدي وقت خالص. ده اللكلوك، بص شكله بقى حلو ازاي. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بلايك وكمان اشتراك في قناتي علشان يوصل لكم كل فيديوهاتي الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله.